عارف انت احساس ان انت تبقى مستقنيس كده او مش عارف تستقنيس منين ولا منين؟ تستقنيس عشان احنا وصلنا ل 19 فوز متتالي كنادي اهلي، ولا عشان كولر بيعمل ارقام قياسيه، ولا عشان وسام بقى هداف الدوري في نص موسم، ولا عشان خامس ماتش يجيب اجوال وخامس ماتش يبقى مان اوف ذا ماتش؟ المهم يعني ان احنا عندنا النهارده كلام كتير قوي في كرسي الاعتراف والتقييم. انا حاسس ان انت لسه ما دوستش اللايك والسبسكرايب بتوعك الطرش، يلا دوس ومرن الجرس وانا نخش بقى في الكرسي. احنا كده كده هنبدا مصطفى شوبير، بس هو ده اسهل واحد يعني، ان هو طول الماتش تقريبا ما لمسش كوره، ما جاتلوش اي حاجه يعني، واقف بيتفرج زيه زي مقاولين تقريبا من اول الماتش لاخره ما شاطش ولا كوره على مصطفى شوبير. لو هنتكلم على هاني بقى، فدي من الماتشات اللي هاني عملها حلوه قوي يعني. هاني تقريبا طول الماتش ما كانش موجود ورا في الدفاع لان هو طول الماتش بيهاجم، بس كان فاتح في الجبهه اليمين شارع لوحده هو ورضا سليم تقريبا بيعمل فيه اللي هو عاوزه. كان بيلعب حلو جدا، كان بيعمل وان تو كويسه جدا، كان النهارده على غير العاده بيرفع حلو برضه. النهارده بعيد ان هو ما عندوش ولا غلطه دفاعيه، فان هو النهارده هجوميا كمان كان كويس جدا. ياسر ابراهيم بقى والحمد لله على السلامه، بقى لنا كتير ما شفناش ياسر ابراهيم بيلعب. ياسر ابراهيم ده من المدافعين اللي انا بحبهم جدا، اللي ماسك فورمه بيبقى من احسن المدافعين في مصر مع عبد المنعم، يعني ما بيكونش في فرق بينه وبينه هو عبد المنعم. ياسر ابراهيم من المدافعين التقال جدا يعني، اللي انا ببقى واثق فيه طول ما هو في الملعب، مش عشان نزل مكان عبد المنعم بقى خايف ومتوتر والكلام ده، لا خالص. طبعا ان الماتش النهارده ما كانش فيه اختبارات دفاعيه، بس لا ياسر ابراهيم انا عارف ان هو كويس. نفس الكلام على رامي ربيعه، غير اصلا ان هو بيمر بفتره كويسه جدا وماسك فورمه حلوه جدا وفت جدا، هو اصلا ما جاتلوش النهارده اي اختبارات، بس هو كان جاهز كويس قوي. بس ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم النهارده ما اختبرتش، بس هم النهارده كانوا على تم استعداد لاي حاجه. كريم فؤاد بقى انا حسيت النهارده مش عارف ليه ان هو اقل شويه من شويه صغيرين من الماتشات اللي فاتت. ما كانش وحش وما عملش حاجه غلط، بس مش عارف ليه حسيت كده ان الماتشات اللي فات كان اعلى، كان عامل مجهود اكتر، كان مركز اكتر. فممكن نقول ان كريم فؤاد يعني كان اقل سنه من كريم فؤاد بتاعت الماتشات اللي فاتت، بس كريم فؤاد كان مجمل كان عامل ماتش كويس جدا. كان ساعات بيلعب مدافع ثالث جنب ياسر ورامي طبعا في الزيادات الهجوميه، وتقريبا كان باقي جنب حسين الشحات قدام. ده بقى اللي انا عايز اقوله لك، ان حاسس ان اداؤه الهجومي الماتشات اللي فاتت كانت احسن بكتير قوي من الماتش. وبالنسبه لنص الملعب بقى نبدا مروان عطيه، وده مروان اللي انا كنت مستنيه من زمان. فعلا النهارده مروان كان مركز جدا، كان تقريبا مغطي الملعب كله، مش منطقه نص الملعب بس، كان مغطي الملعب كله. لو كان اي باك من الاثنين كان بيتقدم كان بيرجع معاه، كنت تشوفه باك يمين وباك شمال، كان بيعمل كل حاجه النهارده مروان. النهارده على مستوى الدفاع كان موجود كويس جدا، على مستوى قطع الكرات كان موجود كويس جدا، على مستوى الباصات كان بيباصي صح جدا، على مستوى الهجوم كنت تلاقيه في النواحي الهجوميه. فمروان عطيه النهارده عمل ماتش من الماتشات اللي انا اقوله لك من غير ولا غلط. طبعا اكرم توفيق، وده تاني لاعب انا اشوفه في الاهلي النهارده يعني ما كانش مركز قوي، عامل ماتشات اللي قبل كده كان احسن من النهارده كتير. تلاحظوا فين بقى في الباصات؟ اكرم النهارده كان عنده ميس باص كتير جدا، تحس ان هو ما كانش مركز زي الماتشات اللي فاتت، وده ممكن يكون من الارهاق. اللعيبه دي فعلا بتلعب كل 3 ايام ماتش، فتقريبا استنزفوا بدنيا على الاخر. انا كده اكرم النهارده كان وحش؟ لا هو كان كويس جدا، بس انا بشوف اكرم بتاعت الماتشات اللي فاتت كان احسن برده منه. امام عاشور بقى، امام عاشور انا شايفه طول الماتش بيحفرك ويحنكش وبيعمل كل حاجه، هيموت ويجيب جول. انا عايز اقول ان امام مش محتاج ان هو عشان يثبت ان هو كويس لازم يجيب جول. امام النهارده اصلا كان كويس، وفي المجمل هو كويس ولاعيب مؤثر جدا ومن اهم لعيبه الاهلي ولا غنى عنه. اداؤه الفتره اللي فاتت هز شويه، بس ده مع ضغط المباريات، مع التعب، مع الاستنزاف البدني، مع كل حاجه، انما هو عنده امكانيات جباره. انا شفته من امام النهارده ان هو بيلعب وهو مضغوط، عاوز يثبت للناس ان انا كويس وان انا ما تعبتش وده مش مطلوب منه ابدا. احنا عارفين ان انت من احسن اللعيبه في مصر ومن اكتر اللعيبه المؤثره في الاهلي، ومش لازم تجيب جون عشان تثبت ده. كل كوره وكل لمسه، كل باصه، تغطيتك للملعب، كل حاجه بتعملها بتثبت اصلا ان انت لعيب كبير. الثلاثي الهجومي النهارده اللي كانوا الثلاثه احسن من بعض، بس نبدا بقى اقل لهم شويه اللي هو رضا سليم. انا قال لهم دي ان هو كان في حاجه غلط يعني؟ لا، قال لهم ان هو كان حسين ووسام النهارده كانوا عاليين جدا، فهو كان اقل منهم شويه. بس انا اقول لك على حاجه، انا متاكد ان رضا سليم ده عنده جوه احسن من كده بكتير. رضا سليم ده لو عنده تطور اكتر من كده شويه هينفجر وهيبقى اساسي على اي حد. رضا سليم ده عنده مميزات كتير جدا، زي مثلا ان هو سريع جدا، بيضغط طول الماتش، بيرجع يدافع، بيباصي كويس جدا وبيرفع كويس جدا. ده غير كده لما بتجيله الكوره قدام الجون بيعرف يخلصها. رضا سليم في الماتشات اللي بقول لك عليها ان هو ما كانش قد كده، هو اصلا بيبقى كويس جدا، بس انا ببقى عارف ان هو عنده احسن من كده. حسين بقى، حسين النهارده عمل كل حاجه في الماتش الا ان هو يجيب جول. حسين تحركات تلاقي، باصات تلاقي، اسيستات تلاقي، ترقيص تلاقي، فاتح جبهه شمال يعني باسمه، مع انه كان مضغوط عليه تقريبا ب 16 لاعب، بس كان فاتح الجبهه كلها. حسين عنده حاجه تقريبا قليل قوي لما تشوفها في لاعب. حسين عنده القدره ان هو يخلص لك ماتش متعقد كده ومقفول كده، يخلصه لك باسيست او بجول، او ان هو يرقص واحد واثنين ويركنها او يشوط. فحسين عنده حته ان هو مهما كان الماتش مقفل بيعرف يخلصه لك. حسين دلوقتي وصل ان هو حتى لو ما جابش جوال فهو بيكون من احسن لعيبه وسام بقى، وانا بصراحه مش عارف اقول ايه على ايه ولا وسام. انا خلصت كل الكلام في وسام الحلقات اللي فاتت. احنا قلنا قبل كده ان وسام ده بيعرف يعمل كل حاجه، يباصي ويشوط ويرقص وسريع وبيشوط فاولات وبيشوط ضربات جزاء وهيدرز وكل حاجه. انا مش عارف اقول النهارده على وسام، يعني بيلعب الماتش ال 18 ليه بيجيب 18 هدف، بيلعب نص موسم بيكون هداف الدوري، بيبقى مان اوف ذا ماتش الماتش الخامس على التوالي، بيجيب اجوال الماتش الخامس على التوالي، النهارده جاب هاتريك. انت كاهلاوي اصلا لو كنت بتحلم بمهاجم سوبر ما كنتش هتحلم بنص وسام. عشان كده انا دايما اقول ان احنا بقى عندنا مشكله قوي وسام هيسببها لنا، ان احنا مش هنعرف نشوف مهاجم
مهاجم كويس تاني من الكواليتي اللي عند وسام، واللي وسام بيعمله ده احنا صعب نلاقيه تاني في اي مهاجم. وسام من كتر العظمه اللي بيعملها سبب لنا مشكله ان احنا مش هنرضى غير ان الكونسيبت بتاعنا هيبقى وسام، اللي هو انت وسام خلاص انت هتعجبنا، انت مش وسام فانت مش هتعجبنا. وسام النهارده بيثبت لك ان احنا ما كناش عايشين، اصل ده مش مجرد مهاجم، هو واقف لك كده في الملعب، شوف انت هتلعب الكرة منين وبانه طريقه انا هجيبها، انا مش مجرد مهاجم، انا وحش، انا جني، انا عفريت في الملعب، انا هعمل لك كل اللي انت عايزه واجيب لك اجوال. يلا بقى بسرعه نخش على التقييم ونقيم لاعب نبدا بشوبير اللي ما جاتش عليه اي كوره، بس عشان الكلين شيت هديله 9 من 10. نروح لخط الدفاع بقى، محمد هاني 8.5 من 10، راسي ابراهيم 8.5 من 10، رامي ربيعه 9 من 10 عشان الاسيست اللي عمله، وكريم فؤاد 8.5 من 10. راسي خط النص بقى، مروان عطيه 9 من 10، اكرم توفيق 8 من 10، امام عاشور 8.5 من 10. طبعا الثلاثي الهجومي بقى، رضا سليم 8.5 من 10، حسين الشحات 9 من 10، وسام ابو علي 10 من 10، 100 من 10، 1000 من 10، يعني اكتب له شيك على بياض، اللي انت عايزه قول على وسام قول. بس كده، حاسس ان انت لسه ما رحتش عملت اللايك وسبسكرايب والترش بتوعك، روح بسرعه ورن جاي، استنى حلقات الكورس والتقييم اللي جايه.